السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التخصصات الزخرفية بالتعليم الثانوي الصناعي. أنا برحب بكم من برنامجنا اليوم، والنهاردة موعدنا مع إحدى الحلقات الخاصة بمادة تاريخ الفنون الزخرفية. والنهاردة الحلقة بتتكلم على الفن الرومانسيكي. الفن الرومانسكي من الفنون اللي هي تعتبر من مش فن واحد. نقدر كده زي ما احنا بنقول على الفنون الإسلامية الفنون الإسلامية، نقدر زي ما بنقول على فنون بلاد ما بين النهرين، وبنصبغها بصبغة أو بصفة التعددية. نقدر برضو نقول عليها الفنون الرومانسيكية. الفنون الرومانسيكية دي يعني وليدة أو ظهرت نتيجة يعني تعدد الممالك في أوروبا. كل مملكة بعد ما المملكة البيزنطية اتفتتت، اتحولت أوروبا لممالك صغيرة بالوضع اللي هو موجود فيه في الوقت الحالي. ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا، كل هذه الممالك بدأت تحاول ان يبقى لها صبغة او صفة او طراز فني خاص بيها. من هنا اتولدت الفنون الرومانسكية. الفنون دي يعني هي ليها صبغة دينية ايضا. يعني اذا كانت اتولدت من الفن البيزنطي فهي وليدة فن ديني، هي كمان تعتبر من الفنون الدينية، وإن كانت قد صبغت أيضا بالسلطة والملك في أوروبا، لأن كل مملكة زي ما قلنا كانت عايزة صبغة فنية تميزها عن الممالك الأخرى. وبما أن فيهم أو ما بينهم كلهم يعني عناصر زخرفية وسمات وبدايات مشتركة، فسميت بالفنون الرومانسيكية. طيب، لو جينا نبص على العوامل اللي أثرت في الفن الرومانسيكي، الفن ده كان مزيج طبعا زي ما قلنا من ذكريات الفن الروماني القديم، وبرضو أثار الفن البيزنطي اللي ظهر في الإمبراطورية الشرقية في معظم دول أوروبا. وطبعا الفن البيزنطي كان ليه أكبر الأثر في تكوين الفن الرومانسيك. لو بصينا هنا على الفخامة والأبهة اللي موجودة في هذه الصورة التي تعبر عن يعني جزء في كنيسة من الكنائس الرومانسيكية، بالأعمدة بتاعتها، بالعقود والأقبية. العقود اللي هو الجزء ده الذي يحمل السقف من أعلى، وهنلاقيه برضو موجود هنا في جوانب الصورة. ده اسمه الشكل العقدي اللي بتحمله هذه الأعمدة. ولو خدنا بالنا هنلاقي ان الأعمدة اللي موجودة أعمدة رومانية أو أعمدة يونانية، لأن احنا قلنا ان هذا الفن ورث من الفنون بتاعته من الفن البيزنطي، والفن البيزنطي كان وارث السمات بتاعته من الفن الروماني، والفن الروماني كان وارث السمات بتاعته من الفن اليوناني أو الفن الإغريقي. نلاحظ هنا حتى في الأرضيات اللي هو الفسيفساء الرخامية اللي موجودة في الأرضيات، هنشوفها برضو بصورة أشد وضوحا في صورة أخرى. نتكلم بقى عن نشأة الفن في القرن العاشر الميلادي، يعني تقريبا سنة 1000 ميلاديا. قام الفن الرومانسكي على أنقاض التراث الفني القديم في معظم الممالك التي وجدت فيها آثار رومانية في أوروبا. وزي ما قلنا قبل كده أنه كان فن مسيحي محرف عن سابقه، محرف عن اللي كان موجود في الفن البيزنطي. لكن الفنين سواء كان الفن البيزنطي أو الفن الرومانسيكي بيشتركوا مع بعض في استعمال العقد المستدير اللي احنا أشرنا إليه في الصورة السابقة، وإن كانوا بيختلفوا في النسب بتاعتهم وفي شكل الخلايا التي
تكون هذه التركيبة الهندسية وشكل الأعمدة والأقواس والكرانيش والزخارف وغيرها من التفاصيل المعمارية التي ميزت هذا الفن. هنلاحظ هنا طبعا ده طبعا يعني حاجة مميزة جدا، اللي هو القبو اللي هو سمي قبو لأنه مقبي من أعلى بهذه الطريقة. السقف يحمل عن طريق هذه البلاطات الموضوعة أو المبنية بصورة مقبية. وفي الجانب الآخر نرى العقود التي تحملها هذه الأعمدة ذات التيجان الرومانية. أيضا هنا هنلاحظ طبعا وجود الأعمدة، والأعمدة البيزنطية أو اللي هي فيها نوع من الصبغة والجمع ما بين الزخارف التي تميز الأعمدة الرومانية والبيزنطية والرومانسيكية أيضا. ونرى المظاهر الخاصة بالرسوم والنقوش على العقود وعلى الأقبية اللي موجودة داخل هذا المبنى الرومانسيكي. طيب ايه هي بقى العناصر الزخرفية والفنية اللي ميزت الفن الرومانسكي؟ شاعت طبعا الزخرفة المتشابكة النباتية اللي هي بتشكل الأغصان والمنحنيات المحلاة بأشكال المسخ. أشكال المسخ اللي هي طبعا اللي هي الكائنات الممسوخة أو الكائنات التي تمثل يعني كائنات غير موجودة في العالم بشكلها الحقيقي، زي مثلا أبو الهول، وزي طبعا ده في الفن المصري القديم، وزي القنطور في الفن الإغريقي، وزي الأسد المجنح في فنون بلاد ما بين النهرين. هي دي الأمساخ أو الكائنات المسخ اللي هي ملهاش نظير في الطبيعة. اتسمت طبعا بالبراعة في توزيع التدرج اللوني في الزهور بتاعتها، والعناية بتوزيع الظلال الشديدة خاصة للقطع المحفورة والغائرة في الخشب والحجر، واللي يزيد بروز الزخارف في ظهورا عن الأنماط الأخرى. احنا لو حبينا برضو ان احنا نتكلم على الفن الرومانسيكي هنلاحظ ان هو كان من الفخامة بمكان. هذا الفن كان فن يقوم على جناحين، السلطة والدين. هنا يشبه شوية الفن المصري القديم، كان قايم على ده، على الحكم وعلى الدين. ده جعل للفن الرومانسكي صبغة من طبعا الدين، اداله البهاء بتاعه واداله اللي هي الرهبة اللي بتبقى موجودة. ده بنجده من ارتفاع الأسقف وارتفاع الأبراج الخاصة بالمباني المعمارية بتاعة هذا الفن. وتجد أيضا السلطة متأصلة في الفخامة وفي البذخ والثراء الفني في الزخارف التي ميزت هذا الفن الرومانسكي. هنلاحظ هنا في الصورة اللي موجودة قدامنا اللي هي التفريعات النباتية اللي موجودة في بعض العناصر التي ميزت الفن الرومانسكي. وطبعا في الكتابات بتاعتها كانوا يعني بيمسكوا الحروف اللاتينية ويعملوا لها هذه الأشكال الزخرفية التي يدخل فيها الزخارف النباتية بصورة كبيرة جدا. هتلاحظوا هنا لما نيجي نتكلم على الفن الإسلامي والفن الإسلامي أو الفنون الإسلامية وهي فنون دينية، هنلاحظ أنها أخذت من الفنون التي سبقتها. هتلاحظ هنا التفريعات النباتية اللي موجودة في الحروف اللاتينية اللي قدامنا دي، احنا برضو استخدمناها في الحروف الكوفية في الفنون الإسلامية. طبعا هنلاحظ هنا في هذه الصورة اللي هي الزخارف والنقوش البارزة في اللي هي التيجان الأعمدة الرومانسيكية. وهنلاحظ اللي هي أشكال الكائنات اللي بتخرج منها أو بتلتقي بيها تفريعات نباتية
من الأكانتس ومن الأنتيمون. وهنلاحظ الكائنات الممسوخة اللي هي هنا هنلاحظ هذا الكائن الذي تمثل رأسه خليط ما بين الأسد والطائر، وجسده جسد طائر، ويعني له قدم ذات مخالب وعناقيد العنب اللي موجودة، التي كانت تميز هذا الفن كفن ديني وفن قائم على السلطة. زخرفت الجدران بالنقوش الحائطية بدلا من الفسيفساء البيزنطية، أغلب الجدران كانت منقوشة. وإذا حدث وتم استخدام الفسيفساء في أرضيات الكنائس كانت ألوانها بتبقى يعني مش ألوان بنفس الزهوة اللي كانت موجودة في الفن البيزنطي، كانت تتراوح ألوانها ما بين اللون الرصاصي والأحمر والأصفر. والزخارف كان لها أثر بارز، وشاع عندهم استخدام الزجاج المعشق بالرصاص ذو التأثير الزخرفي الجميل. هنلاحظ هنا في هذه الصورة يعني مجموعة من الزخارف اللي هي تم تنفيذها في النوافذ الخاصة بالكنائس، الزجاج المعشق بالرصاص. وده كان من أهم الحاجات اللي ميزت العمارة الرومانسكية. زي ما احنا شايفين كانوا بيستخدموا الزجاج الملون بألوانه اللي احنا شايفينها، الأزرق والأحمر والألوان، طبعا الخطوط اللي هي الأوتلاين الخارجية باللون الأسود اللي هي بتمثل يعني تفريعات الرصاص اللي كانت بتثبت الزجاج الملون مع بعضه. وعملوا به هذه اللوحات الرائعة الجمال واللي هي منتظمة الأشكال اللي فيها نوع من التماثل النصفي في الزخارف بين الجانبين. كل دي كنا بنراها في الزجاج المعشق بالرصاص في نوافذ الكنائس والقصور الرومانسيكية. طب ايه هي بقى السمات والخصائص الفنية التي ميزت هذا الفن؟ طبعا كل فن من الفنون كان لابد تبقى ليه سمة بتميزه عن الفنون الأخرى. السمات دي هنا في هذا الفن هنلاحظ ان هو بما انه مجموعة من الفنون، فهتلاقي ان كل حاجة او كل قطر من الاقطار اللي موجودة في اوروبا كان ليها ما يميزها. يعني في الفن الرومانسيكي الايطالي، في الفن الرومانسيكي الخاص بجزيرة صقلية، في الفن الرومانسيكي الخاص بالفرنسيين والألمان والأسبان. كل دولة من دول ليها فن رومانسكي خاص بيها. طب تعالوا نشوف أول حاجة طراز الفن الرومانسكي في إيطاليا. إيطاليا دي اللي هي يعني مصدر الفن الرومانسكي في الأساس، لأن هو طبعا الفن البيزنطي كان جاي يعني قبل الفن الرومانسكي. كانت التقاليد الرومانية متصلة بالتقاليد الرومانسيكية، استعاروا منها ما وافق روح العصر مع تغيير طفيف في الزخرفة جعل مظهرها فظا وغليظا. هذا وقد عم استعمال الرموز المسيحية في الفن الرومانسيكي في إيطاليا، كما عم استعمال الفسيفساء. صوروا صور للسيد المسيح عليه السلام وصور القديسين، واستبدلوا رموز خاصة بيهم منها الشجرة والعصفورة والسمكة. وطبعا طبعا الشجرة والعصفورة والسمكة كل حاجة من كل رمز من دول ليه مدلول ديني في الفنون اللي هي الدينية المسيحية. طبعا بعض صور الحيوان واستعملوا في النقوش بتاعتهم خاصة المحفورة في جوانب المنابر في كنيسة كاتادلو بإيطاليا. وبرضه ظهرت تماثيل والنصب المضحكة اللي هو أشكال الكائنات اللي هي مضحكة في هذه القصور في شمال إيطاليا. دي طبعا هذه الكنيسة اللي احنا كنا بنذكرها اللي موجودة في إيطاليا، وهي كنيسة من أقدم الكنائس اللي برضه موجودة في إيطاليا، ونرى فيها المظهر الخاص بالقباب اللي هي قائمة على قاعدة اسطوانية، والأبراج الخاصة بالكنيسة التي ميزت المباني الدينية
التي كان يوضع فيها الأجراس، والتي استبدلت في الفنون الإسلامية بالمآذن التي كان يؤذن منها المؤذن. ظهر الحفر في الفن الرومانسكي يمثل مناظر الصيد أو يمثل صور من الحياة اليومية، واستعملوا تماثيل للوحوش عند قواعد الأعمدة، ونشاهد ذلك في قاعدة أعمدة الباب الغربي لكاتدرائية فيرونا، وده بيرجع إلى تأثير أهالي الأقطار الشرقية اللي سكنوا في هذه الأماكن. لاحظ هنا هذه النقوش البارزة، هتلاحظ الكائنات الممسوخة اللي هي كائن يعني ما تقدرش تحدد بيتكون من كام كائن حي بالأشكال اللي احنا شايفينها دي. يعني تحس ان الراس راس يعني حرباية او ثعبان، وهم بياكلوا بياكلوا الشاه اللي هي دي. هنلاحظ الزخارف دي، وهنلاحظ عناقيد العنب اللي موجودة، وهنلاحظ التفريعات النباتية اللي خارجة او بتربط هذه الكائنات بالزخرفة في هذا الجزء الجداري. هنلاحظ ايضا هذه الكائنات الممزوجة بالتفريعات النباتية وتمثل أشكال من البشر، وده بيمثل تاج لأحد الأعمدة التي تحمل العقود فوقها داخل هذه الكنائس، طبعا مع عناقيد اللي هي أوراق الزيتون. الإيطاليين قصدوا ان هم لما رسموا هذه الاشكال والحلزونات المتصلة ان هي ما تبقاش ليها نهاية ولا بداية، والنهاية وجود نهاية بيمثل انتهاء الشيء، ووجود بداية بيمثل بدء الشيء، لكن هم حبوا يصوروا فكرة الخلود. الجهات الجنوبية بقى من ايطاليا استعملوا بقى ايه حاجة جديدة خالص، اللي هي الابواب البرونزية واشكال فسيفساء. هنشوف ايه هي الابواب البرونزية دي. أشكال الفسيفساء استخدمت أيضا بكثرة لتزيين بلاط الكنيسة، زي الفسيفساء التي تزين كنيسة كابالا في باليرمو، واستخدموا الزهيرة أو الروزيتا في أشغال الفسيفساء كما في كنيسة مرتمانا في باليرمو أيضا. بص هنا، هي دي الأبواب البرونزية. الأبواب البرونزية غالبا كانت تصنع هذه الأبواب من الأخشاب، ولكن الأشكال اللي موجودة عليها دي مش أشكال محفورة في الأخشاب، دي كانت بتبقى قوالب. هذه القوالب بيتم صناعتها يعني نماذج منها، وبعد كده بيصبوا نحاس أو برونز على هيئة لوحات صغيرة، بيتم تثبيت هذه اللوحات في الأخشاب في مجموعة من الصور بتمثل الأساطير أو تمثل الحكايات أو تمثل السيرة الدينية للقديسين والأنبياء في الفنون الرومانسكية. وهنبص هنا هنشوف ادي جزء اهو. هنلاحظ الجزء ده كان جزء من البرونز تم صبه وتثبيته على الابواب. ولو رجعنا هنبص تاني، نرجع تاني كده، هنلاقي ان هذا المشهد صورة او لاحد هذه المناظر التي تكون الزخارف في هذه الابواب البرونزية التي ميزت هذا الفن. هنلاحظ ايضا اللي هي طبعا الاقبية والعقود والاعمدة المذهبة او ذات الارضيات المذهبة، واللي كان بيدخل فيه الوانها اللون الفضي واللون الذهبي مع اللون الازرق في الكنائس في ايطاليا. نيجي بقى للطراز الرومانسكي في صقلية. كونت فنها بسمات خاصة نتيجة لعوامل غزو النورمان اللي نزحوا من بلاد النرويج واستقروا في نورمانديا وأغاروا على صقلية. بعد كده صقلية فتحها العرب وهاجر الفرون منهم،
وبعد كده راح لها الأسبان. فالصقلية هتلاقي فيها مزيج رومانسيكي يعني مختلف شوية عن أي مملكة من الممالك التي كان فيها الطراز الرومانسكي. كل العوامل دي كان ليها أثر عميق على الفن الرومانسكي في صقلية. طبعت ليها طابع من الرقة واللطف بلغ أوجه في غضون القرن الثاني عشر الميلادي، وظل فن صقلية أعجوبة الفن الرومانسكي ومضرب المثل في جماله. ويعني ترى هذه الأعاجيب أثرت على الفنون في جنوب إيطاليا. دي هذه أو هذا البهو الذي يتكون من الأعمدة المختلفة الأشكال والمتنوعة، سواء كانت أعمدة ملساء أو أعمدة مثبت عليها فسيفساء زي ما احنا شايفين بأشكال مختلفة. ده يعني ليه أثر راجع اللي هو البصمة العربية في صقلية، في المباني بتاعتها التي اختلطت فيها ما بين الروح الأوروبية البيزنطية والروح العربية في الفن الرومانسكي في صقلية. نلاحظ هذه الكنيسة التي تتميز بالنمط الذي يشكل الفن الرومانسكي فيه الشبه الكبير بالفن البيزنطي، المتمثل في هذا الشكل الجملون الذي يشبه المعبد اليوناني ويشبه البازيليكا في الفن البيزنطي، والعقود التي تحمل الأسقف والأبراج العالية التي تميز المباني الدينية التي يعني يقصد بها أن تكون بهذه الفخامة حتى تعطي الكثير من الرهبة والخشوع عند أتباع هذه الديانة أو أتباع الديانات عموما، سواء كانت ديانة مسيحية أو ديانة إسلامية. في الأشكال الأماكن الدينية دايما بيكون فيها نوع من هذه الفخامة، ولكن هنا كان زايد فيها تأثير السلطوي أو تأثير الملك على هذه المباني اللي كان بيحرص الملوك أنها تكون عظيمة وثرية في الشكل وفي الارتفاع وفي الزخرفة. نيجي للطراز الرومانسكي في فرنسا. صارت الزخرفة الرومانسكية في فرنسا في نفس مسار العمارة، ظهر فيها أثر للتراث الروماني في بادئ الأمر، بعد كده اتأثرت بالفن البيزنطي، وده كون مزيج من طراز الزخرفة الرومانسكية الفرنسية، ثم عم أقطار فرنسا الشمالية. وأهل شمال فرنسا حبوا قوي الإزاز المعشق بالرصاص اللي كان بيدي يعني خيال، كأن أسلاك من النور على شكل صور جميلة تشع الضوء على العابدين أو على المصلين داخل الكنائس. ونرجع تاني نقول إن دي أحد أشكال النوافذ اللي هي معمولة بالزجاج المعشق بالرصاص في الكنائس في شمال فرنسا، وترى فيها الأشكال التي تميز المناظر الدينية والقديسين الذي يعلو وجوههم اللي هي دائرة النور وأشكال الصلبان اللي موجودة، واللون الأزرق اللي هو بيستمد شكله من صفاء النفس ومن السماء ومن لون البحار. الفرنسويين أحبوا النقوش الحائطية القاتمة الألوان اللي هي بتكون المنظر بتاعها هادي شوية، واستعملوا التماثيل عند الأبواب كما يشاهد ذلك في كنيسة سانت ستوفين بارلي. استعملوا ورقة الأكانتس الرومانية معربة في بعض تيجان الأعمدة، والتي تشهد بمقدرة فناني عهد الرومانسكي في مزج رسوم الحيوانات مع الحفر
الزخرفي. طبعا ما اقتصرش الحفر على بعض الأجزاء الصغيرة في واجهة المباني، بل امتد بطول الواجهة في بعض أو في كثير من الأحيان، وغطى مساحات كبيرة في جدار الكنيسة. في جنوب فرنسا استعملوا الزجاج المعشق بالرصاص بكثرة. كانت نسبة الفتحات أكبر حجم منها في نوافذ الكنائس الشمالية، وزخرفة الجدران بتحفظ، واستعملوا فيها برضو الزهيرة، واستعملوا زخارف متنوعة مشتقة من الخط المتكرر أو المنكسر أو من شكل المعين. هنلاحظ إن هذه الصورة الفوتوغرافية اللي برضو داخل أحد المباني أو المباني المعمارية الكنسية في الفنون الرومانسيكية، اللي بيظهر فيها كل هذه المظاهر من العظمة ومن دقة الزخارف ومن النقوش البارزة ومن الأشكال النحتية واللي هي البانوهات المرسومة بهذه اللوحات الصغيرة داخل هذه الأعمدة والأكتاف التي تحمل هذا المبنى وتقيمه. والأرض هنلاحظ فيها البلاطات الرخامية اللي هي معمولة برضو بأسلوب الفسيفساء الهندسية في الأرضيات، والسقف والأقبية. يعني اللوحة عبارة عن تحفة. هم كانوا بيحرصوا ان هم يعني يحطوا لمستهم الفنية والزخرفية زي ما احنا شايفين، من الأرض للجدران للسقف، ما يسيبوش حتة إلا لما يزخرفوها. وهذا يعني برضو وجد فيما بعد كده في الفنون الإسلامية، لما نيجي نشرحها هتلاحظوا ده، ولكن بصورة تختلف شوية وبنمط وطراز فني جديد. الطراز الرومانسكي في ألمانيا شاع استخدام النقش الجداري في ألمانيا لرغبة الألمان للاحتفاظ بالهدوء الناجم عن حفظ سطح الحائط مستوي خالي من البروز أو الانخفاض اللازمين لجمال الحفر. وتأثرت النقوش الحائطية عند الألمان بالتقاليد البيزنطية. نقلت صور الفسيفساء من تاني الخالية من الحياة ذات الألوان الشديدة، بدأوا يرجعوا قوي للتقاليد البيزنطية. استعملوا الأفاريز في بعض الأحيان كما في كنيسة ليمبورج، وشاع استخدام الطوب الآجر في شمال ألمانيا. ومن ثم اختفى عمل التماثيل المحفورة على الحجر، وندر استعمال الزخارف المحفورة التي اشتقت من أوراق النبات ورسم الزهر بطريقة واقعية أقرب إلى الطبيعة. يعني كانوا ما كانوش بيحوروها قوي. والحفر لما كان بيبقى موجود كان بيبقى دقيق جدا، بيدل على دقة الحفار وصبره الطويل. وزخرفت بعض الواجهات بالآجر الملون وبعض التماثيل البرونزية. نلاحظ هنا دي يعني أبراج أحد الكنائس في ألمانيا. وهنلاحظ النمط الرومانسكي اللي موجود في الأشكال العقدية اللي هي شايلة فوقيها بقية البرج، والآجر اللي هو الطوب الملون اللي هو طينة محروقة زي الفخار ومرصوصة فوق بعضها. وهنلاحظ هنا اللي هي المقرنصات اللي هي عبارة عن حاجة كده زي المحاريب بس على صغيرة، بتميز يعني في شكل كورنيشة مستديرة هنا في هذا الشكل. والأعمدة أيضا التي تمثل هذه النوافذ أو التي تحمل النوافذ. وهنلاحظ هنا إن شكل القبة ما كانش قبة، كان يعني عبارة عن هرم سداسي أو ثماني، بتخرج من كل وجه من أوجه هذا الهرم نافذة بارزة منه بهذا الشكل. نمط مميز جدا بيميز العمارة الكنسية في ألمانيا
عن نظيرتها في الفنون الرومانسيكية الأخرى في الدول الأوروبية. نيجي بقى للطراز الرومانسكي في أسبانيا. تأثرت الزخارف الرومانسكية الأسبانية بالطراز الروماني في بادئ الأمر، كله تأثر بالطراز الروماني كلهم، غير أن غزو العرب أعاق نمو هذا الفن إلى حد بعيد عندما فتحنا الأندلس، بل كمان قضى عليه قضاء مبرما في بعض المقاطعات التي حكمها العرب، ومن ثم كانت أمثلة هذه الطرز قليلة جدا، وكانت في الواقع ما تزال في طور التكوين لما العرب فتحوا الأندلس، غير أنها تحوي بعض التفاصيل المعمارية الجميلة التي يتجلى فيها خيال أهالي الجنوب، كما في كنيسة سان إسادرو. هنا هنلاحظ النمط الرومانسيكي المختلط برضو بالنمط العربي في البناء اللي وجد في المباني التاريخية في أسبانيا. يعني نلاحظ ان يعني وجود الأثر الرومانسكي على استحياء. نيجي للطراز الرومانسكي في انجلترا. ظهرت أقدم الزخارف الرومانسكية في انجلترا في أواخر القرن الخامس الميلادي، وده كان حوالي سنة 449 ميلاديا، واستمر نموه لغاية 1606 عندما غزا ويليام الفاتح انجلترا. ويليام الفاتح ده كان ألماني، واستخدم معه أفكار جديدة من ألمانيا، ويطلق على هذه المدة العصر الأنجلو ساكسوني. وتنطبق سمات الفن الرومانسكي في انجلترا على عموم ما صنع في انجلترا بعد ذلك العهد من حفر ونقوش وتصاوير وغيرها، ويشاهد ذلك في النقوش الحائطية على الطراز النورماندي اللي موجود في انجلترا. طيب كان بيميزهم يعني زي الفن البيزنطي كده، العيون الواسعة دي في الرسوم بتاعتهم، يعني اللي هي متجهة للأمام والأنف المستقيم، وبرضه قلدوا شوية النحت البيزنطي، وظهر أسلوب يعني جديد عندهم خدوه من الفن البيزنطي اللي هو أسلوب النقش البارز. هنلاحظ هنا هذه الكنيسة موجودة في إنجلترا اللي ناتجة من العصر اللي هو الأنجلو ساكسوني الرومانسيكي. شوفوا مدى الفخامة وعلو هذا المباني أو علو النمط المعماري الذي يميز هذه الحضارة الرومانسكية، وده هنلاقيه موجود في أغلب العمارة الرومانسكية في إنجلترا، واللي فيه بعض القلاع والقصور القديمة الباقية حتى عصرنا ده من هذا الوقت، واللي يعني هنلاحظ البصمة اللي هي الرومانسيكي الألمانية مع بعض فيها. أهم الألوان الرومانسكية طبعا كان في اللون الفضي، كانوا بيستخدموه للباك جراوند، الأرضيات، مش أرضيات اللي هي الأرضيات اللي هي الأرض، يعني الأرضيات اللي هي خلفيات الأشكال يعني، أو خلفيات الجدران. كمان ظهر اللون الأسود والرمادي بكثرة، وكانوا بيحطوا عليه يعني عناصر ألوانها بتكون وردي أو أخضر أو أصفر فاتح أو أزرق سماوي بمسحة خفيفة من الرمادي، وحددوا الزخرفة بتاعتهم بأوتلاين أو فليت أسود من الخارج عشان يفصلوها عن الأرضية اللي كتير ما كانت أحيانا بتكون من نفس اللون أو أفتح أو أغمق. خلاصة القول هنا إن ألوان الزخرفة الرومانسكية رغم ارتباط نغمها ببعضها إنها لا تعتبر أقدم من سواها، غامقة شوية يعني، وأهدى في المظهر بتاعها بنسبة كبيرة عن مثيلتها. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا في الفن
الرومانسكي اللي هي هنتكلم عليها. كلنا يعني هي خدوا بالكم الفن الرومانسكي كان فن معماري الى حد كبير، ولكن هنا احنا هنتكلم على العمارة الرومانسكية بصفة خاصة. طبعا في الصورتين اللي احنا شايفينهم قدامنا واضح قوي اللي هو تأثير العمارة الرومانسكية، وواضح مدى التشابه رغم ان الصورتين من دولتين مختلفتين، ولكن واضح قوي التشابه في النمط المعماري، وان اختلف اللون وان اختلف التصميم، ولكن اللي يشوف ده يقدر ان هو يقول ان دي عمارة رومانسكية. لما ننزل عندنا وسط البلد هنا في القاهرة ونمشي في شارع طلعت حرب ونمشي في شارع رمسيس، ويعني نتوغل كده في الشوارع في منطقة الفجالة وما يحيط بها، هنلاحظ واحنا ماشيين عينينا هتخبط في أنماط كتيرة جدا تشبه أنماط العمارة الرومانسيكية. وأنا أعتقد إن احنا لما بنمشي في الشارع اللي هو ما بين العتبة والموسكي، اللي هو يعني أحد الشوارع اللي هي مهمة قوي تبيع الحاجات الخاصة بالسبوع وكده، في آخر هذا الشارع على اليسار في كنيسة، يعني أنا يعني أعتذر إن أنا مش فاكر اسمها، ولكن هي كنيسة كاثوليكية أعتقد، يعني مبنية على هذا الطراز الرومانسيكي. يعني موجود في مصر الكثير من الكنائس، وخاصة الكنائس الكاثوليكية التي مبنية على هذا النمط المعماري. تنقسم العمارة الرومانسيكية على وجه عام بشيوع استخدام العقد المستدير والابتعاد عن الأصول والنسب الرومانية الأثرية. استعملوا أيضا الرموز الخيالية، ودي كنا بنشوفها في العمارة الكنسية الأوروبية. فاكرين بعض الأفلام اللي كنا بنشوفها بتاعت باتمان، وتلاقي مثلا مبنى الكنيسة جايبين تماثيل كده قاعدة فوق أبراج الكنيسة، شكلها كائنات كده مسخية بأجنحة. دي كانت حاجات خيالية موجودة في الثقافة بتاعتهم. اتخذت العمارة الرومانسيكية في إيطاليا صفات مميزة، وخاصة في وسط إيطاليا بنلاقي الطابع المعماري بتحكمه التقاليد الكلاسيكية. لذلك نجد أن نموذج الكنيسة البازيليكية أقرب إليهم في هذا العصر. وكانت أهم المعالم المعمارية للواجهات هي البوائك والعقود المزخرفة اللي احنا بنشوفها في كل الصور اللي احنا عرضناها، التي تعلو بعضها بعضا في التكوين. لاحظ هنا ده موجود اهو، على فكرة اعتقد ده جزء من برج بيزا المائل، وتبدو فيه مظاهر العمارة الرومانسكية اهي في شكل العقود التي تحملها تيجان، والتي تزين المبنى زي ما احنا شايفين، والتي طبعا معمولة من الرخام الأبيض. نلاقي الأشكال العقدية والأشكال المحرابية اللي هي المحاريب أو اللي بيسموها المقرنصات موجودة بكثرة في النمط المعماري الرومانسكي في كل الدول الأوروبية. وإن طبعا زي ما قلنا كل دولة فيهم ليها الصبغة التي تميزها. كثر استعمال الرخام في تغطية وكسوة الحوائط الداخلية والخارجية والأشغال، وكانت أبراج الكنائس ذات الأجراس الضخمة مميزة، طبعا شفنا أشكالها، وكانت من أبرز العناصر المعمارية المهمة جدا في الكنائس. أما في شمال إيطاليا تطور شكل القبو المضلع، هنشوفه أو شفناه، والذي نتج عنه تطور في طرق الإنشاء وحمل وارتفاع اللي هي الأسقف، على الرغم من أن الكنائس كانت مشابهة للكنائس البازيليكية اللي احنا ذكرناها قبل كده في الفن البيزنطي إلى مدى بعيد، إلا أن الصحن والأروقة كانت تسقف بأسقف مدببة تعلوها أسقف خشبي. الأروقة الجانبية كانت بتعلوها شرفات محملة على أعمدة بواسطة طبعا أشكال العقود، بينما الحيطان الخارجية كان بيستخدم فيها الحجر أو الطوب بدل من الرخام.
أما في جنوب إيطاليا كانت المعالم التي تميز العمارة في هذه المناطق متباينة الخواص، يعني ما كانتش ثابتة، يعني مختلفة من مكان إلى آخر. فكان كل من أنواع الحكم الذي تعاقبت عليه ترك بصمته بصورة واضحة على المباني. نجد التأثير البيزنطي في تصميم الكنائس في القبة المحملة على 4 أعمدة فوق الصحن الرئيسي للكنيسة، اللي هو طبعا مربعة الشكل. أما التأثير النورماندي فبيبان واضح في الكنائس اللي أنشئت في فترة النورمانديين، حيث كانت الكنائس إما بقبة بيزنطية أو بسقف خشبي على النمط البازيليكي، ويندر استعمال الأقبية. ومن أشهر المباني الرومانسكية رومانسكية الطراز في إيطاليا كنيسة سان ميشيل ومجموعة بيزا اللي هي حوالين برج بيزا المائل، وتتكون من كاتدرائية بيزا وبرج بيزا ومبنى التعميد. دي مجموعة بيزا، دي مجموعة دينية يعني كنسية، كاتدرائية وبرج ومبنى للتعميد. أهم المعالم المعمارية اللي ميزت الطراز الرومانسكي طبعا احنا شايفينها قدامنا اهي، ولكن احنا شايفين هنا مسقط من المساقط الأفقية لشكل الكنيسة تحت. يعني هو هنا ده يعني الرسم الهندسي للكنيسة كمسقط رأسي. هذه الكنيسة بنفس الشكل اهي، ده المسقط الأفقي بتاعها، يعني شكل القبة موجود في هذا المكان. هنا موجود الجزء ده يمثل رأس الصليب في التصميم الكنسي، وهنا في جناحين الكنيسة. كل الكنائس كانت بتبنى على هذا النمط المعماري. نيجي لشكل القبو. يعتبر القبو في مباني الكنائس الرومانسيكية هو العنصر المعماري الأساسي في البناء، حيث أمكن بناء القبو بسهولة من الحجر مع ربطه بالمونة ذات سمك مبالغ فيه أحيانا، وقدروا ان هم يسقفوا المسطحات المستطيلة بقبو فيسمى بالقبو السداسي. كما استعملوا ايضا العقد النصف دائري في جميع محاولات استعمال الأقبية لتسقيف الكنائس. وعند الانتقال الى الطراز القوطي الذي تلا الطراز الرومانسيكي استعمل العقد المدبب. طبعا انتوا كطلبة زخرفة درستوا طبعا اكيد شكل العقد، اشكال العقود كتيرة جدا جدا درستوها في سنة تانية، خاصة في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. شكل العقود في عندي العقد الموتور والعقد المدبب والعقد الدائري، أشكال كثيرة من العقود. وفاهمين لما بقول كلمة عقد فاهمينها معماريا وهندسيا شكلها والعقود فاهمين أيضا وظيفتها العقود صنعت عشان تحمل ما فوقها من جدران ومن أسقف. يعني العقود بتشيل فوقيها حيطان، وهذه الحيطان بتحمل فوقها أسقف. وما يحمل العقود أحيانا بتكون أعمدة وأحيانا بيكون نافذة عقدية كاملة. فاحنا عارفين كويس قوي الفرق ما بين العقد وغير العقد، الفرق ما بين العقد الموتور والعقد النصف دائري والعقد المقبي في أشكال كتيرة جدا يعني فاهمينها. لو بصينا هنا على هذه الصورة هنلاقي على اليمين واليسار ده شكل قبو. يعني القبو ده يعني بيبقى معمول ويسمي قبو لأنه هو ليه زي ما احنا شايفين كده قبب أقبية بتحمل السقوف. لو نلاحظ هنا في دي واضحة قوي في أقرب واحدة فينا 1 2 3 4 في 6 أقبية أو ست يعني أضلع بتمثل هذا الجزء المقبي ومتتالية زي ما احنا شايفين، وكلها بتجتمع في نهايتها عند أعمدة بتحمل عقود، والعقود هي اللي بتحمل الجانبين لهذا القبو. وده أيضا كان بيتعمل فوق كده زي ما احنا شايفين كممرات، وأيضا كان بيتعمل كأقبية تحت الأرض. يعني حتى كلمة قبو يقول لك قبو القصر، ده كان دايما بيكون
يعني دور كده زي البدروم تحت الأرض، كان بيحمل أرضية السقف، وكان بيصنع بهذه الطريقة التي نراها أمامنا. الدعائم بقى، الدعائم في المباني الرومانسيكية كانت الدعائم عبارة عن أعمدة مربعة القطاع، يعني مش عمود اسطواني. وكانت الأعمدة دي أحيانا بتكون ملزوقة في الحيطان، هو عمود شايل فوقيه سقف، شايل فوقيه المبنى، وأحيانا كان بيكون منفصل، وأحيانا كان بيكون داخل جوه الحيطان، طالع منه نص عمود أو كتف. وكان الهدف من هذه الإضافات الدعائم دي عشان يتوزع عليها تشيل الأحمال، الثقل، تشيل الأحمال اللي فوقيها. وأكثر أنواع هذه الدعائم أو الركائز في العمارة الرومانسكية هو النوع الذي يكون على شكل صليب إغريقي. برضو خدوا بالكم اللي احنا شايفينها دي نوع من الدعائم برضو موجودة في المباني الرومانسكية. يعني هو هنا مش عمود، هنا عامل زي يعني حاجة يعني شايلة الايه المبنى او سندة المبنى. طبعا الأعمدة يعني اللي ميزت الطراز الرومانسكي بتيجانها المختلفة. أبسط أنواعها هو النوع اللي على شكل سلة واللي ليها تاج كورنثي، يعني تراوحت اللي هي النمط فيها ما بين النحت وبين الابتكارات المختلفة. واستخدام النحاتين فيها التيجان التاريخية ذات النحت البارز، وهي التي تمثل أيضا بعض الحوادث أو القصص التاريخية. دي موجودة هنا نراها في هذا الشكل. المساقط الأفقية واتكلمنا عنها، مش هنتكلم عنها تاني في الصورة اللي قلناها في بداية حديثنا عن العمارة، موجودة اهي. نيجي بقى مميزات وسمات الفن النحت الرومانسيكي. طبعا واجهة كاتدرائية نوتردام دي بالآثار المنحوت فيها، ومنها قصة دينية يعني تسمى فاجعة الأنبياء. زينت الكنائس الأخرى في الجنوب الغربي بفرنسا بفخامة وبذخ. دي بعض الأشكال الخاصة بيها. هنا هنلاحظ واجهة الكنيسة اللي فيها أشكال نحتية بتميزها كثيرة غير النمط المعماري اللي موجود فيها. كل دي اللي هي الأشكال النحتية مميزة للنحت الرومانسكي. طبعا ده الشكل اللي احنا بنقول عليه بيبقى موجود في أبراج الكنائس، أبراج بعض اللي هي كنائس الدينية اللي هي اللي موجودة في إيطاليا وفي فرنسا. التصوير والزخرفة حافظوا على التسجيل بالموضوعات الدينية والأسطورية والخرافية والمسوخ، وكانوا بيستخدموا الزجاج المعشق والفسيفساء والحليات المختلفة. الحرف والفنون التطبيقية الرومانسيكية، الحرف البرونزية في صناعة حشوات الأبواب والأواني والعملات والمنسوجات اللي هم اشتهروا بها بعض استيطان العرب بهذه المناطق، وصناعة القوالب من حيوانات خرافية ونباتية تدل على قدرة الفنان الرومانسكي في الصناعة. وهنا الصورة الأخيرة دي عندنا ببعض الأشكال الزخرفية بالألوان التي تميز الفن الرومانسكي. لحد هنا انتهت الحلقة بتاعتنا، وأرجو أنها تكون يعني كانت حلقة خفيفة عليكم كده، وأن انتوا تكونوا فهمتوا الفنون الرومانسكية. وإن شاء الله بإذن الله على موعد بحلقة أخرى بإذن الله تعالى تشرح فن آخر من هذه الفنون. كان معكم دكتور عمرو الدمرداش، قطاع التعليم الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.